السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير متابعي قناة شوق ودوق على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. سؤال مهم نبدأ بيه الحلقة. ليك في السمك؟ ليك في الرز الصيدلية؟ يبقى ده الحلقة دي عشانك أنت. بس قبل ما أقول لك هنعمل إيه، لو ما اشتركتش انزل اشترك في القناة ولايك وشير، وعايز الفيديو ده ينتشر لان فيه معلومات كويسه. هنبتدي بقى معاكم بالسمك. هنشوي النهارده سمك ماكريل. سمك الماكريل اللي كلنا بنحبه وسعره بقى عالي جدا عند المحلات الجاهزه، احنا هنعمله في البيت وهيبقى نفس تركايه المحلات الجاهزه. الاول جبنا السمكيه اهي زي ما انتم شايفينها. انت هتخلي الراجل اللي بيشتري منه السمك هيفتحها لك من الظهر، يعني مش من البطن، من الظهر، من عند السلسله من ورا تتفتح. قولي له هشويها. تبلناها ملح وفلفل كمون توم خل ليمون، وهنسيبها في التتبيله بتاعتها لحد ما نعمل الرز. تعالوا معانا نشوف الرز هنعمل فيه ايه. هنبتدي بالرز. معانا كيلو رز غسلناه وسبناه يتصفى. معانا 2 بصله كبيره مضروبين في الكبه. معانا واحدة طماطم مبشورة، نص فلفل حامي، نص قرن فلفل حامي، ده اللي بيحب السبايسي بس هيديله تيست روعة. معانا معلقتين ملح، معلقة كمون، معلقة بهارات سمك، ورق غار. وهنبتدي دلوقتي ومعانا الزيت. ناخد الزيت. معانا الحلة بتاعتنا اللي هنعمل فيها الرز. وبعد كده الزيت سخن هننزل عليه بالبصلتين المفرومين. يتحمروا كويس جدا لحد ما لونهم يبقى بني كده، بني غامق. لازم نقعد نقلب كويس عشان ما يتحرقش من حته ويبقى ابيض من حته تانيه. ونكمل كده تقليب في البصل اللي ابتدى يغمق. هو احنا هنعوزه لون اغمق من كده شويه كمان، بس احنا هننزل بالفلفل. وبعد كده بالطماطمايه المبشوره. وبالملح والكمون والبهارات وورق الغار. بصوا البصله والحاجه والخضار بتاعنا، بصوا بقى لونه عامل ازاي. اللون البني الغامق عشان يلون معانا الرز بتاعنا. بالتالي كده خلاص ننزل عليه بالميه. اول ما الميه تغلي هنقوم نازلين عليها بالرز على طول. وكده الميه غليت هننزل بالرز اللي احنا كنا غاسلينه ومصفينه. ونقلب.
والرز بيغلي معانا كده، هنقوم مغطيين عليه وموطيين خالص شمعة صغيرة، ولحد ما الرز يخلص معانا تعالوا نشوف هنشوي السمكة ازاي. نيجي للسمك بتاعنا، جبنا ردة، السمكاية والبصل والطماطم وبقدونس وصلصة طماطم بمعلقة زيت، هقول لكم ليه بعد كده. ودي دقة زي اللي تبلنا فيها السمك، توم، ملح، شطة، كمون، خل، مية. هنبتدي دلوقتي كده ناخد السمكاية في الردة كويس جدا، بس يعني ما ينفعش الردة تيجي على اللحم، لازم الردة تبقى مغطية الجلد من بره، لو جت على اللحم تمرر. فعشان كده لازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا. خدناها اهي، وعندنا الجريل اللي هنشوي عليه. نحط زيت، على النار. السمكية بتاعتنا زي ما قلنا لازم تبقى متغطية، ونيجي في الجريل على نار عالية طبعا، والزيت لازم يبقى تحتيها كده زي ما احنا شايفين. وهو بيستوي معانا كده لازم نديله شوية دقة، يديله تيست ويساعد السمك من جوه ان هو يستوي. والله ما قادر اقول لكم الريحة عاملة ازاي. كده السمك دخل معانا في السوا، ناقص بس اللمسات بقى الاخيره والتركايه اللي انا قلت لكم عليها عشان يطلع زي بتاع المحلات بالظبط. هنجيب معلقه صلصه الطماطم، الصلصه البوريه، بالزيت ندهن السمكايه كلها. معلش هو بس ممكن يبقى الفيديو مش واضح عشان الدخان بتاع الشوي. وبعد كده هننزل بحباية طماطم مقطعة، بقدونس مفروم بسيط، بصل مقطع شرايح، وبعد ما حطينا التوبنج بتاعه هندخله الفرن اللي احنا مسخنينه علشان ياخد بقى الوش الجميل بتاعه. يلا تعالى. عشان يكمل سواه من فوق. في صوص بقى ده مميز جدا مع اي اسماك او اي سي فود، وانا بحبه على المستوى الشخصي جدا جدا جدا. صوص تارتار صوص، ده عبارة عن مايونيز، خيار مخلل متقطع صغير خالص او مفروم، شبت، وخل. طبعا المايونيز ده اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. بنيجي هنا ننزل بشوية مايونيز، ننزل بالخيار المخلل، الشبت المفروم، نقلب كويس جدا. حاجة برضو بسيطة وسهلة
ومش دبكه وغير مكلفه خالص. المايونيز احنا عملناها قبل كده في فيديو قبل كده. خيار مخلل سهل خالص. نحط شويه كمان. نقلب. جربوه بجد بجد، يعني حاجه روعه. ننزل عليه بسنه الخل. وبكده يبقى خلصنا الطبق بتاعنا. السمك المكريل المشوي، الرز الصيادية، الترتار صوص، جربوه ده ممتاز، سلطة الطحينة. وانتظروني في فيديو آخر. شكرا.